فيديو جديد، وان شاء الله النهارده هنلعب لعبه جامده جدا 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 يا جماعه، لان النهارده هنعمل شركه كبيره جدا لصناعه البلاي ستيشن، وهنصنع بلاي ستيشن جامد جدا واجمد من اي حد، وهنكون احنا المنافس الاول، لان احنا هنرجع لزمن 1980 وهنبدا نصنع بلاي ستيشن جامد جدا واجمد من سوني، واحنا قبل سوني اصلا. نشوف الفيديو يلا بسرعه، يلا بينا. طب يا جماعه ونكمل دلوقتي ونخش بقى ونشوف اللعبه بجد الجامده دي، لان بجد انا متحمس قوي للعبه دي. احنا هنسمي الشركه هنسميها عماد ليفل اب، هنسميها ليفل اب، بس شكلها كده احلى وجامده كده، تحس ايجيبت فاجر. حلو ده شكله كده، تحس رايق كده، بس انا متحمس قوي، هنبقى المدير كده. احنا بدأنا نعمل الشركه بتاعتنا يا جماعه، متحمس جدا اعمل اول جهاز بلاي ستيشن، لان بجد مش عارف انا عايز كده اصمم تصميمي الخاص كده. احنا عملنا اول، ايه ده يا ديني يا ديني، نزل مكتب اللعين، نزل مكتب اللعين. احنا هنغيره اكيد في المستقبل يا جماعه، انا مش هقبل انا اقعد في هذا المكتب اللعين، انا اوضتي احسن منه. تعالوا لما نشوف نبدا نعمل اول جهاز تحكم لينا، وحده تحكم اسمها الله يخرب بيتي. حلوه اس دي ايه، تحس انها غريبه شويه، بس هو يعني لايقه كده، تحس مش عارف. المهم يعني تعال نحط ده هنا كده عشان نبقى شايفين، ونعمل شعار جامد جدا. واللون الشعار، لا بلاش لون الشعار، احنا عايزين الشعار يكون اللي هو التدريجي ده، خلاص. ونخلي لون الجهاز يبقى ابيض ابيض ابيض، والمعالج هيكون ده ضعيف قوي. تيجي نشتري ده يا جماعه، افضل بكتير. ما فيش معالج رسوميات يا جماعه. ما فيش معالج رسوميات، ازاي ما اعرفش. او يا دين امي، ايه ده؟ 1 كيلو بايت ده عملوها ازاي وامتى وفين دي؟ 32 كيلو بايت، نخليها 64 اهي كيلو بايت. يا ديني، ده احنا اكيد هنتطور اكيد. لا مفيش كده، انا حاسس بقرف، بس هنوصل باذن الله يا جماعه، باذن الله. انا متاكد ان الجهاز ده هيكسر الدنيا وهيكون احسن من اتاري. طبعا مش عارف اتاري، يبقى انت ما تعرفش جيل التسعينات والثمانينات. انا اعرفه بس يعني مش من ايامه، بس انا بحب الكلاسيك شويه. المهم العرض نخلي، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده احنا هنشتغل على جهاز ابيض واسود. كده احنا عملنا اول جهاز. طبعا انا هخليه واحد بس عشان ما يكونش الجهاز غالي، بس كده احنا كده مش محتاجين اي حاجه تانيه. بس كده احنا اول جهاز العاب هنصنعه ب $44 بس. الله ينور، الجهاز نزل. خلينا نعمل اول نسخه ب1.5 مليون يا رب. ما نشوف بقى الناس بتقول ايه، الناس بتقول ايه. تمام. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، 9 من 10. بيقول لك لا بأس به، لكن يحتاج الى تحسين وتشكيل الالوان قليلا جدا للجهاز. يا عم انتوا لاقيين يا عم، انتوا بتشتغلوا على اتاري ولا انا عشان بقيت جامد؟ تمام. انا شايف ان الناس كلها عاجبها الحوار، وجبنا فلوس كتير جدا جدا جدا. خلينا نحط هنا يا جماعه، احنا في 1980، احنا في 1980 يا جماعه. النينتندو هتحط علينا، هتقلل مبيعاتنا. انا متاكد ان النينتندو هتقلل مبيعاتنا. 96 في 5 و4. ايه ده الناس بقت عندها كتير. يا نهار ابيض، الجهاز اتباع بالكامل. احنا نشتري تاني، بس بنسبه ان 86% اشتروا، فاحنا هنقلل شويه، نخليها اقل شويه. بصوا يا جماعه، احنا محتاجين دلوقتي لعبه جامده جدا ننزل على الجهاز، فبتحس ايه يعني تقوم تاني الدنيا، يعني نعمل لعبه جديده. بصوا يا جماعه، احنا هنعمل لعبه للجهاز الضخم ده، نعملها لعبه اكشن. طب يا جماعه اللعبه اتعملت، استنوا بقى اما نشوف. بيقول لك السعر معقول جدا مقارنه بما تقدمه اللعبه. عجبني حقا، اخراج جديد، معالج تم تطوير مستوى عالي. تمام. اللعبه جابت 9 برضه من 10 تصميم مستوى مثير للاعجاب بتفاصيل متنوعه مرات. طب يا جماعه زي ما انتم شايفين الجهاز بقى فخم الفخامه، يعني حاجه تحفه. المهم نعمل بقى المعالج، نجيب معالج بقى تقيل، نجيب معالج يستاهل، يعني يكون يناسبه اسمي، اسم الشركه بتاعتي كبيره جدا جدا زي ما انتم عارفين يعني. ومفيش معالج لسه رسوميات، ومفيش اصلا غير 1 كيلو بايت، احنا 128 كيلو بايت. يا نهار ابيض علينا، يا نهار ابيض. حلو ده. مفيش دعم ذاكره خارجيه، المروحه نخليها مستوى، مفيش مستوى 2، مفيش اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده صنعنا تاني جهاز اسمه الاس دي ار 2. طبعا مع الجهاز ده هيبقى جامد جدا طبعا، لان الجهاز الاس دي ار 1 لحد دلوقتي بسم الله ما شاء الله شغال يعني. تشهد البلاد تقدما ملحوظا في مختلف المجالات
بفضل جهود أبنائها المخلصين نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا. اما نشوف الصحفيين عايزين منا ايه. انقر على الصحفي الحسوم. ماشي، تعالى ما نشوف ده. بيقول لك: ما هو الدور الذي لعبته استراتيجيه التسوق والتفاعل مع المجتمع في نجاح وحده التحكم؟ انا اقول لهم الاجابه بثقه. هقول لهم: لم تكن استراتيجيه التسوق من العوامل الرئيسيه في النجاح، لك دعوه وتواضع وتركيز على الانجازات الجماعيه كان مكان في غايه السعاده. ماشي، شكرا. اول مؤتمر صحفي لينا ده يا جماعه، انا مش مصدق والله. يعني احنا بقينا مشهورين. الشركه بتاعتنا كبيره جدا جدا جدا، هتبقى اجمد من سوني 100 مره طبعا. انا صدقوني، انا بقول لكم ايه. اخيرا الاس دي ار يا جماعه نزل يا جماعه، وهنحط 5 مليون نسخه، 5 مليون جنيه. انا بيقول لك اول، يلا بقى يا رب يا رب. بيقول لك اول المقيمين وخيب لله ممتازه وتوفيق جوده بصراحه. الحمد لله يستحق الشراء. الحمد لله 8 من 10. مش عارف لسه كافي حصول على تجربه لعبه متكامله. انت عايز ايه يا عم انت مني؟ ده يا جماعه ويك جديد لسه، مش شايف ان هو ممتاز اصلا. انا مش شايف ان هو ممتاز، فعادي يعني. هيجي برضه 8 من 10 يا عم. ماشي. طب يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اللعبه جامده جدا بصراحه، ويعني خرافيه والله. اللعبه خرافيه. فاستنونا الفيديو الجاي لان احنا خلاص نهينا الفيديو، معدي ال 40 دقيقه يا جماعه. واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه. وانتظروا الفيديو الجاي لان هو فيديو عظمه. بجهز له بقالي اسبوع كامل، والفيديو ده والله بجهز له بقالي كتير. فاشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.